ازاي بيتصمم منشأ مقاوم للزلازل؟ سبحان الله، براجع جدول الفيديوهات المفروض ان انا كنت عايز اتكلم عنها في خلال السنه دي. يعني بكتب افكار فيديوهات اللي بتيجي في دماغي، لقيت من ضمنهم الزلازل، بس ما كانش في نيتي خالص ان انا اتكلم عنه دلوقتي. فخلينا بما ان حصل حاجه شبه كده ان احنا نتكلم عن الموضوع سريعا. اي تبسيط هقوله هو مش تبسيط مخل. لو حابين ان انا اتكلم عن الموضوع بالتفصيل جدا وازاي نعمل منشأ مدروس زلزاليا بنسبه 100%، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمله بشكل مفصل على اليوتيوب. ولكن هنا هدي نبذه سريعه عنه كده. ازاي المنشأ بيقاوم الزلازل. واي كلام هتكلمه ملوش علاقه بالدول اللي فيها زلازل ضخمه وكبيره، لان دي ليها سيستم مختلف تماما. بيعملوا المنشأ بيخلوه فليكسبل مرن. لكن الاكواد المصريه والدول اللي شبه مصر اللي زلازلها قليله واضعف شويه بيكون التعامل مع زلزال مختلف شويه. الزلزال بيحصل ازاي دي مش مهمة المهندسين قوي، دي مهمة الجيولوجيين نوعا ما. احنا دورنا كمهندسين ان احنا نفهم الزلزال بيأثر على المنشأ ازاي وقوة الزلزال، وندرس تاريخ الزلازل في المكان، وبناء عليه نبدأ نعمل منشأ مقاوم للزلازل. طب هو ازاي المنشأ بيقاوم للزلازل؟ عشان نفهم الموضوع ده، اي منشأ ليه مركز ثقل. لو افترضنا ان دي عمارة، تمام كده، ليها مركز ثقل. ايه مركز الثقل ده؟ لو دي متماثلة كده ما فيهاش اي حاجه خارجه ولا طالعه بشكل غريب، فمعناه ان مركز الثقل في النص. طب لو افترضنا ان في هنا كتله لازقه فيها، معناه ان مركز الثقل رايح شويه، متزحزح ناحيه الكتله دي. فمركز الثقل هو نقطه وهميه بتعبر عن تمحور كتله المنشأ حوالين السنتر او حوالين نقطه معينه فيه. احنا كمهندسين بيكون دورنا ان احنا نطلع النقطه دي مكانها فين وفقا لتوزيعه الاحمال جوه المنشأ. يعني على سبيل المثال، لو انا عندي عماره فيها شقه يمين وشقه شمال وحاطط هنا مخزن، ده معناه ومصممها على ان دي مخازن، ده معناه ان مركز الثقل هيكون متزحزح ناحيه المخازن بشكل كبير جدا. طب ليه نعرف مركز الثقل؟ لان الزلزال لما بيجي بيخبط المنشأ في مركز ثقله، تمام. فلما بيخبط المنشأ في مركز ثقله، بنحط حاجة عند مركز الثقل دي تقدر تقاوم الزلزال، اللي هي الشير وول او الكور، اللي شبه الاعمدة الكبيرة جدا اللي بتشوفوها جوه المنشآت والعماير الكبيرة. طيب حطيت الشير وول والكور، هل دول بس بيكونوا كافيين لمقاومة الزلزال؟ وهل بيتصمموا كده عشوائيا نعملهم بأي مساحة؟ لا طبعا، ده بيكون وفقا لدراسة قوة الزلزال وممكن يتطرق الموضوع لموجات الزلزال ذات نفسها. هتقولي طب بنعرفه ازاي؟ نعرفه بدراسة تاريخ الزلازل في المنطقة دي والمتوقع منها. خلينا اقولها بمنتهى الصراحة ان مش شرط ان كل الدراسات دي تخلي المنشأ ما يقعش، لان الزلزال غير متوقع وموجته غير متوقعة، وموجة الزلزال بتفرق جدا في ان العمارة دي هتقع ولا لا. لان ممكن يتطابق الموجة مع موجة العمارة او حاجة اسمها الرنين كده، فالعمارة تقع، رغم ان ممكن يكون متخذ فيها اعتبارات كتيرة جدا. ولكن الاعتبارات دي بتقلل جدا بنسبة كبيرة قوي فرص ان المنشأ يقع، لان بيكون برضو من ضمن دراسة تاريخ الزلازل دراسة موجات الزلازل هنا بتكون قد ايه، والاكواد بتقول لنا ان موجات الزلازل هنا هتكون عاملة ازاي، فصمموا المنشآت انها تتوافق مع الموجات دي. تاني عشان ما نتوهش، يبقى احنا بنحدد مركز الثقل عشان احط عنده شير وول وكور. طيب ده معناه ان ما ينفعش بعد كده نغير توزيعة الاحمال جوه المنشأ؟ لا طبعا، لا يفضل ان احنا نعمل كده. ما يفضلش ان انا عندي منشأ سكني اجي فجأة اخليه مخازن من ناحية وناحية، لا، لان ده ممكن يكون سبب في ان لو حصل زلزال المنشأ ينهار، لان انت زحزحت مركز الثقل. فانت حاطط الشير وول عند نقطة مش هي النقطة المفروضة. ايه كمان ممكن نعمله في المنشأ؟ في حاجة مهمة جدا بدأ الناس تتجاهلها، وهم بيعملوا طريقة الأسقف الفلات سلاب، ان هم ما يعملوش المارجنال بيم. خلينا نشرحها بمنتهى البساطة. لو ده عمود وده السقف، لما الزلزال بيحصل بيسبب قوة أفقية على المنشأ، على عكس الحمل الأفقي اللي هو الحمل الرأسي اللي المنشأ شايله لنفسه. هو والرياح بيعملوا قوة أفقية، فبيحصل انهيار كده لأن الجوينت ما بين العمود والسقف ضعيفة جدا. لما اخلي العمود ده والعمود اللي بعده متصلين مع بعض بكاميرا، زي بالظبط كأن اتنين واقفين ماسكين في بعض، واللي قدامه ماسك في اللي قدامه وهكذا زي طابور، وانت جاي تزق اخر واحد، فانت بتحرك الكل مع بعض، فده معناه ان في قوة اكتر هتقدر تقاومك. فالمارجنال بيم او الكاميرات الدائرية اللي بتحوط المنشأ من بره ببعضه، الأعمدة، بتفرق جدا في مقاومة المنشأ للزلازل، وفي ناس كتيرة جدا بدأت تتجاهلها. حد هيقول لي ده معناه ان البلاطات الفلات سلاب اقل مقاومة من السوليد سلاب في في الزلازل؟ هقول لك للاسف ولكن بنحاول نعوضها بالشير وول والكور والمارجنال بيم، دي محدش يتهاون فيها خالص. بس كده لا، قالك دراسة الكيانات اللي موجودة جوه الأعمدة بتخلي المنشأ ينهار بشكل أبطأ. ممكن المنشأ ينهار، بس انا عايزه ياخد فتره عقبال ما ينهار، على الاقل ان يحصل فيه الناس اللي موجوده فيه تنزل، او نقلل حجم الخسائر اللي ممكن تحصل.
فالكانات لازم تدرس بشكل كويس جدا لانها ليها دور فعال في النقطه دي. طيب في حاجه كمان، اتجاهات الاعمده جوه المنشأ. انا لو جيت اكسر الموبايل ده كده هيتكسر، انما كده مش هيتكسر. فلازم احط العمود كده وعمود كده عشان قوه الزلزال لما تخبط كده، العمود اللي الانرشيا بتاعته في اتجاهها تقاوم اكتر، والعمود اللي كده الانرشيا، لان انت مش هتعرف الزلزال جاي من انهي اتجاه او الموجه جايه في انهي اتجاه. وهكذا الشير وول، لازم يكون في شير وول اتجاهها كده واتجاهها كده ومتوزعين في المنشأ. هل الموضوع ده بيتم عشوائي؟ لا طبعا، ده بيتم بدراسه زلازل. ويمكن كل المهندسين الانشائيين عارفين ان دراسه الزلازل معقده جدا، واي برج لازم يتعمل له دراسه زلازل. فبيتم فيها دراسه توزيع الحاجات بالشكل ده. لو حابين اعمل فيديو عن الموضوع مفصل جدا ممكن اعمله على اليوتيوب، بس اكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا حابين تشوفوا حاجه زي كده. شكرا.